واخيرا جده بعد ما فتح لنا فرع في السيوف وكسر الدنيا في سموحه فتح لنا فرع جديد في محمد نجيب. انا عايزك تتخيل معايا كده كل اللي انت شايفه قدامك ده بكام؟ بس قبل ما نخش في اي تفاصيل انا عايز اقول لك كده اللي قدامك ده عباره عن تلت كفته وتلت صدوق وتلت شيش وتلت بانيه وتلت لحمه وتلت كبده. خلصت كده يا عم خالد؟ احب اقول لك لا، كمان نص محشي مشكل واتنين حواوشي زائد السلطات، وتحت كل اللي بحكي لك عليه ده بقى متغرق بالرز. والصينيه دي يا جماعه اسمها صينيه جد، واكيد طبعا جه في دماغك ان الصينيه دي ب 2003 و4. احب اقول لك لا يا عزيزي، الصينيه دي ب 1700 بس. وبالمناسبه كل الزحمه اللي انت شايفها دي سوفت اوبننج. يعني ايه يا عم خالد الكلام ده؟ احب اقول لك يا عزيزي الجمعه الجايه ان شاء الله هكون معاكم في اسكندريه من شارع الغرباء. هننزل بعربيه دوج ونفرق 1000 سندوتش. ايوه 1000 سندوتش هيتفرق على كل اهل اسكندريه. وده طبعا بمناسبه افتتاح فرع جده الجديد اللي هو موجود في محمد نجيب الرئيس. ده غير ان هو نازل باختراعات جديده، فتة شيش توميه وفتة شيش بالرانش. وانا مش محتاج بقى اقول لك جامد وبتاع والكلام ده، لا لا لا، انا جاي اقول لك ان المكان ده اصلا بيتكلم عنه. وزي ما صينيه جده بتكفي 6 افراد، عامل صينيه ثانيه اسمها الصحاب، بس مش اللي قدامك دي، هي صينيه اصغر شويه بكميات اصغر شويه ب 1100. طب والله يخرب دلع شغل الدلع مشويات.